السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نعمل النهارده حاجة كده تدفي بيتنا، وعندنا شوية دقيق. يلا نقوم ندفي البيت بيهم ونولع الفرن. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا كيلو ونص دقيق، ومعايا معلقة شمر على كمون على ينسون، وطحنهم قوي في الكبة ونعمتهم ونخلتهم، وهنزل بيهم على ايه؟ على الدقيق. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك. معايا هنا سمسم كان ابيض، سمسم اللي هو الابيض. نخلته الاول، نقيته وحمصته في الطاسه كده على البوتاجاز. اول ما تشم ريحته تقومي مطفيه النار. هنزل بيه كده، انا بحب السمسم في المخبوزات الحلوه الجميله دي قوي، في القراقيش وفي القرص، حاجه كده ايه جميله جدا. ننزل بالحاجات الصلبه دي كلها الاول على الدقيق ونقلب. ومعايا هنا هنحط معلقتين سكر، سكر كبار حلوين كده. ومعايا حاجة بسيطة ذرة ملح كده طرف المعلقة برضو. وهنحط الخميرة، الخميرة اللي هي الفورية. معايا ورقة فانيليا، حاجات كده بسيطة وسهلة هنعملها. وهنقلب كل حاجة ديت على بعض. معايا كيلو ونص دقيق. هنقول عملنا ايه؟ كيلو ونص دقيق، اللي هو دقيق مخبوزات او دقيق بلدي اللي هي الحبة الكاملة. معايا معلقتين شمر على ينسون على كمون على الكراوية، طحنتهم قوي ونعمتهم ونخلتهم. ومعلقتين كبار كده من السمسم. هنقلب كله، حاجات كده جميلة وتدي ريحة ونكهة جميلة وتدينا ريحة للقرايش. هنقلب كده كل المكونات. معانا حاجة واسعة نقلب فيها باش تعملي الحاجة ضيقة عشان ايه متلخمتيش. وهننزل بايه بقى بعد كده؟ السمنة. معايا هنا يا حبايبي كوباية سمنة سايحة ومسخناها، مش عارفة امسكها من كتر السخونية. فهننزل بها على الدقيق وهنبسه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي مش سخنة قوي، بس مش قادرة امسكها بايدي برضو. كوباية السمنة، وهننزل بنص كوباية زيت على برضو على الدقيق، عشان معانا كيلو ونص دقيق. هنحط كوباية سمنة ونص زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبسه، هنبس بقى السمنة والزيت كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدي كده ايه وتقري القرآن، صلي على النبي، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وبارك، عشان حاجتنا ايه تطلع في منتهى ايه الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبس السمنة والزيت مع الدقيق، هنخليه كله كده ايه مرمل كده مع بعض، زي ايه بس الكعب. هنغلف كل الدقيق بالسمنة والزيت دي كده كله مع بعض. بس طبعا مش بس الكعك جامد، يعني احنا عايزين بس ايه الدقيق كله يتغلف بالسمنة دي. انا هعمله عشان وقت الفيديو بس. هنا يا حبايب قلبي عملت السمنة والزيت كلها، بسيت الدقيق كله بالسمنة والزيت، مخليتش حاجة ناشفة ابدا، خليت كل الدقيق كله مبلول بالسمنة والزيت. ومعايا كوباية لبن هنزل بها ايه على الدقيق. كوباية لبن هي يا حبايبي في نفس كوباية اللي انا معبرة بيها السمنة والزيت، كله عبار واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسمنة احنا مش عاوزينها كتير قوي، علشان احنا مش عاوزينه دايب، احنا عاوزينه مقرمش. هننزل كده يا حبايب قلبي كوباية لبن، هننزل كمان معايا هنا كمان ايه
بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كوباية لبن، هننزل بقى كمان. المكونات كلها سخنة علشان الحتة ساقعة، لازم نسخن الحاجة. هنا حبايب قلبي عملت كوباية ونص لبن وعملت كوباية ونص مية، زي برضو مقدار السمنة والزيت، كوباية ونص سمنة على زيت، وكوباية ونص لبن على كوباية ونص مية. هعجنهم وارجع لكم تاني. هنا حبايب قلبي عجنتها. احنا مش بنعجنها بنلت فيها، احنا بنلمها كده بس. ولقيتيها وانتي بتعجني فيها لقيتها ملزقه، ما تخافيش تانك اعجني فيها لغايه ما تلاقيها اتلمت كده مع نفسها وبقت ما شاء الله عليها كويسه. احنا عاوزاها ايه؟ ماسكه كده في نفسها وناعمه وحلوه، احنا مش عاوزاها طريه ولا دايبه عشان دي رقيش، عاوزاها تنشف معانا في الفرن تبقى ايه مرقشه جميله وحلوه كده زيكم حبايب قلبي. هنسيبها هي ربع ساعه تخمر، هنسويها كده ونسيبها ربع ساعة تخمر، مش تخمر ترتاح شوية كده، ونبدأ بقى في تشكيل تقطيعها والتشكيل بتاعها. سبت العجينة ترتاح معايا يا حبايب قلبي، وجبت معايا جزء من العجين، هنبدأ نعمله رول كده وهنبططه نفرده كده طويل، نبططها كده ونخليها ايه، انا عاوزاها رقيقة مش عاوزاها سميكة. العجينة ما شاء الله جميلة جدا معايا. لو فضلت العجينة كبيرة معانا ان شاء الله نقصها ونكمل بقى العجينة التانية كده. وجيب معايا صينية دهنتها زيت وجهزتها عشان اقطع معايا ايه العجين. شوف الشمر والكمون فيها جميلة ازاي والسمسم. نعمل بقى نخططها نشكلها ازاي بالسكينة كده زي زمان، والناحية التانية نشكلها كده، مش حاول احنا نقطعها علامات فيها كده بس. هنبدأ بقى ايه نقطعها بالسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو السمك معايا عامل ازاي؟ انا مش عاوزاها تخينة قوي، لا انا عاوزاها ايه رفيعة عشان تقرمش معايا. واهم حاجة الزيت مش تدحيه وتحطي السمنة والزيت، يعني مش ينقدح زي ايام زمان. ايام زمان كان بيقدحوه فنيجي ناكله مع الشاي او الشاي بلبن، فكان ايه يحرحر كده على المعدة ويعمل حموضة. لا دلوقتي لا، ما عادش كده، خليه ايه بسيط، ندفيه نسخنه في الشتا اللي زي اللي في الشهر، احنا في شهر طوبة دلوقتي نسخنه جامد. الجزء ده تخين معايا فهسيبه للمرة الجاية، هجيب صينية وارص فيها. الصينية معايا يا حبايب قلبي دهنتها زيت، وهرص بقى الحاجات ديت كلها ايه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ونخلي ايه في فاصل وهنسيبها ترتاح شوية. بعد كده ايه نحطها في الفرن. هنحطها في الفرن على درجة كام؟ على اعلى درجة 180. عاوزين ايه تتحمر معانا كده. واوريكم بعد ما نسويها. احنا هنسيبها اهم حاجة بعد ما نرص الصواني ونخلص عجينتها، العجينة بتاعتنا نسيبها ايه ترتاح شوية، ترفع كمان ايه ربع ساعة. يعني عجلنا سيبناها ربع ساعة او تلت ساعة، وبعد ما نقطع ونخلص نسيبها برضو ايه ربع ساعة تلت ساعة كده برضو. هنا يا حبايب قلبي نجيب الطرف الفاضي على الطرف الفاضي ده وهنقفل، نقفل كويس اوي. نقفلها كده كلها وهنخلي كده، نقفل الطرف دي كويس اوي كده ونبططها كده. نقفلها كويس قبل ايه ما نفرد العجينة عشان العجوة ما تطلعش ايه معانا.
ما شاء الله عليها، طالعه جميله، عجينه جميله سهله معايا في الفرد والتقطيع، ما شاء الله عليها. عندها برضو خطوط كده تشكيل، ونبدأ ايه نقطعها. طبعا الرخامة معايا نضيفة ومسحية، طالعة كده ما شاء الله عليها. التقطيع عاملة ازاي، العجوة طالعة جميلة، مقفول عليها من فوق من هنا، طالعة ما شاء الله عليها. اهي حبايب قلبي، هرصها اقطعها وارصها في الصينية وارجع لكم تاني. ما شاء الله يا حبايبي، طلعت من الفرن قرقشة، حطيتها في الفرن، طالعة جميلة في منتهى الجمال ما شاء الله عليها، طالعة مقرمشة وجميلة، بس كمنها لسه سخنة، عايز نسيب شوية تبرد كمان. لو نسيبها شوية تبرد كمان هتبقى مقرمشة اكتر من كده، كمان هتقرمش اكتر من كده. واللي طالعة بالعجوة اهيت مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي بقرنفل او بالنعناع كده، هتلاقيها ما شاء الله حاجة ايه خرافة. ولع الفرن ودفي بيتك كده وفي الساعة اللي احنا فيها ديت، وتأكل عيالك حاجة حلوة ان شاء الله. يا رب الفيديو دي يعجبكم، ان شاء الله طيبة ان شاء الله، وكومنت ولايك حلو زيكم كده يا حبايب قلبي، ان شاء الله طيبة ان شاء الله.